سيدة سامية عبد. شكرا سيدة رئيس. يقول لي ناس كنت تستنى. سامية عبد، وي احنا قلنا ونقولوها ونعاودوا نقولوها. حسن فؤاد قلناها بصوت عالي لهنا، قلناها نقطع مع الماضي. السيد شادلي عياري مع كامل احتراماتي ليه مرفوض، هذا الكلام الاول. بعد اسال ساعات قاعده هكا نتفرج، جابوا راجل كبير هنا تكشف يوم الكشف، ما فماش كان يوم الكشف، كان مخبي مغطي، ليه جابوا فيه؟ ليه؟ سنة نقول لك جابوا وحده ليه؟ ما هو ذيك العداله الالهيه في الارض من الاول ساعه. كشف هذايا باهي، هذاك اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش ولا يعرفوا، وان شاء الله نشوفوهم كل هكا بالكشف زاد. راهو مش كي رئيس السيد مصطفى المرزوقي يعين ولا يقرر باش يعين المؤتمر يطيع. لا يا باب ماناش قطيع نحن في المؤتمر. احنا ساعه باش نقول لكم حاجه احنا تعلمناها من عنده هو بيدو. هو سيد مصطفى المرزوقي يعرف قبل ما يولي رئيس كان ديما يقولها لنا كي يبدا انا غلط ما تأيدونيش، يجيو ضدي وقولوا لي. تعرف علاش؟ خاطر احنا ولائنا مش للاشخاص في المؤتمر من اجل الجمهوريه، ولائنا للمبادئ، وتو اليوم تعرفوا تاكدوا منه. واللي يتشمت هكا تشيشه ولا يشم هكا فجوه باش يعمل المؤتمر يحب يذلوا، قول له ما تنجموش. المؤتمر ديما بصاحب مبادئ وبقدره الله وباذن الله هالبلاد هذيا ما يقودوها كان نحن. تعرف علاش؟ خاطر برشا احزاب مشكلتها كيف الحكم، مش مشكلتها في انها تقود البلاد هذيا، تدفع بها، تتقدم بها. انا بدي خطابي باش علاش خذيت كلمه، خطابي راهو لكتله النهضه. والله لكم انتوما باش نقول لكم حاجه بالك، راهي اكبر غلطه كي اليوم صوتوا شخص كيما هذاك، راهي غلطه لا تغتفر. ها باش نقول لكم عليه. ليه؟ ها باش نقول لكم عليه. لا بالله. انا علاش؟ خاطر الشخص هذاك كاتب كتاب 20 سنه اسمعني عايش كهديك 20 سنه مجلس بن علي، وقت انتم عندكم احكام ب20 واكثر. الشخص هذا وقت يدافع على قانون يخون به كل مواطن يمس الاقتصاد التونسي، كي جاب بن علي مازال القانون هذا ودخلكم انتم للحبس ودخلنا احنا الحبس ودخل الناس اخرين للحبس. القانون هذا كان مازال هنا توا هنا رانا تويك نعاني في معاناه جيل اخر قاعد يدخل الحبوسات. اياكم ثم اياكم، راهي اكبر خيانه للثوره ان نعطيو صوتنا الشخص ما يمثلناش. الشخص كان يدخل عاد يحشم المجلس، راهو يحشمنا وراهو ما عادش خير يهزوا رؤوسنا للابد. اللي صوت واللي ما صوتش. انا رجائي كل رجائي انكم لمره انساو المود المود باس وكلوا قناعاتكم. نعطي دروس سامية عبر على رأيك لمره وشكرا.